ايه يا جماعة، حد يقول لي او حد يرد عليا بجد والله. ايه الاسعار دي؟ انا مش عارفة، انا هتجنن. انا بنزل السوق واجيب مشتريات والخضار والحاجة، يعني مثلا بجيب حاجات بسيطة قوي قوي وبلاقيها سعرها غالي جدا جدا. انا مش عارفة ايه بصراحة، ربنا يرحمنا يا رب. جايلكوا بقى فيديو حلو قوي قوي وان شاء الله هيعجبكم. فيديو حلو قوي قوي وهيعجبكم، لان انا جايبه لكم كل اسعار الجبن، وجايبه لكم اسعار الخضار، وجايبه لكم اسعار الفاكهه والمكرونات والزيت، وهيعجبكم قوي الفيديو. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد انا بنزله. زي ما انتم شايفين كده، نزلت قلت هجيب بيض، عامله حسابي اللي انا هجيب بيض. تمام، فدخلت السوبر ماركت. السلام عليكم. وعليكم السلام. عايزه بيض. بكام البيضه؟ البيضه ب5 جنيه. قلت له نعم. قال لي ايوه ب5 جنيه يا فندم. قلت له طب تمام. عايزه اقول لكم بقى، في ب4.5 بيضه، اللي هي ايه، بيضه عاديه يعني، بيض ابيض قد البيضه البلدي. تمام، قد البيضه البلدي ب4.5. جبت بقى انا كرتونة البيض ب150 جنيه، متخيلين؟ عايزه اقول لكم والله انا كنت بجيبها ب35 جنيه. انا عايزه اعرف بقى، هي البيضه ديت ام دي مستورده او البيضه دي جايه من بره؟ انا مش عارفه بصراحه، او اجنبيه او ايه. انا مش عارفه بصراحه ايه الاسعار الاوفر قوي ديت. عايزه اقول لكم انا جبت كرتونه البيض. انا كنت بوريكم اللي هي البيضه الصغيره، انا جبت منها عشان اوريها لكم. البيضه ب4.5، اللي هي الصغيره اللي انا وريتها لكم ديت. مش عارفة ايه بصراحة الأسعار دي، ربنا بجد يرحمنا، بجد ربنا يرحمنا، لأن الدنيا بقت غالية قوي قوي. وفي يعني مش عارفة بصراحة أقول ايه. بس كده، وهنا جبت كده وبوريكم بقى البيض. أنا على فكرة أنا بفتخر إن أنا جبت بيض. عايزة أقول لكم إن أنا كنت عايزة أجيب الكرتونة بتاعتها وأحطها قدام باب الشقة. عشان الناس تعرف إن أنا جبت بيض. صح حلو ليه؟ بس كده. وده كان البيض وسعره كان 150 جنيه. نخش بقى هنا على الخضار. قعدت كده بقى في الأرض وربعت، وهوريكم بقى ايه المشتريات بتاعتي. جبت هنا بقى طماطم، وجبت كوسة، وجبت بصل، وجبت إيه تاني، وجبت خيار، وجبت فلفل، وجبت بتنجان. هقول لكم بقى ايه، حاجه حاجه كده بالايه بالاسعار، عشان اقول لكم الاسعار كده وانتوا قاعدين في البيت وتعرفوا الاسعار ايه. انا خدت بقى حاجتي كده ودخلت على البلكونه وقعدت بقى ايه، ربعت في الارض، وقلت بقى ايه اوريكم الحاجات اللي انا جبتها. معايا هنا كوسه، والكيلو كان ب12 جنيه، جبت كيلو. تمام. هنا الطماطم ب10 جنيه، جبت 3 كيلو ب30 جنيه. تمام. بس يا لولي. تمام. وجبت هنا ايه تاني، جبت بصل، جبت كيلو بصل، لان انا عندي بصل فجبت، قلت اخليهم برضو عندي. جبت كيلو بصل عشان البصل اللي انا جايباه ابيض وكبير، فاهم يعني؟ قلت ايه، لو مثلا هعمل حاجه كده بسيطه اخد بصلايه صغيره. كيلو البصل كان ب8 جنيه، وجبت هنا كيلو خيار ب12 جنيه. حلو الكلام، حلو الكلام لغايه كده. الفيديو ده بقى ايه في اسعار كل حاجه، وهيعجبكم قوي قوي ان شاء الله. هنا جبت خضرة عشان هعمل محشي، وجبت بتنجان، وجبت فلفل. طبعا بصوا، هي المشتريات يعني تعبر عن نفسها ان هو محشي اساسي، محشي يعني. بس كده. جبت بقى فلفل اللي هو الحامي. بس بوريكم الفلفل ايه جميل، وعايزه اقول لكم حامي مولع. انتي بتضحكي على ايه كلبوبي؟ وجبت هنا بقى فلفل رومي عشان هنعمل محشي. بقول لكم الفلفل جميل جميل جميل. وجبت هنا بقى البتنجان، جبت بتنجان ابيض، وبتنجان اللي هو الاسود، وبتنجان اللي هو الموف. انا قلت اعمل تشكيله يعني عشان يبقى الطبق بتاع المحشي كده شكله حلو. قلت بقى الطبق يبقى بتاع ثواني يا ليالي. الطبق يبقى شكله حلو زي ايه يعني، لما اعمل بقى كذا لون بتنجان مع الفلفل مع الكوسه بيبقى الطبق شكله حلو بصراحه. جبت هنا البتنجان، جبت 4 كيلو، والكيلو كان ب12 جنيه. تمام. عايزه اقول لكم كنت عايزه اجيب بصراحه كرنب، بس ما لقيتش، لقيت الكرنب اللي موجود صغير كده وخفيف. تعالوا هنا بقى للكبير قوي قوي. ازازه الزيت دي اسمها الحياه،
عايزه اقول لكم ان انا جبت ازازه الزيت دي ب55 جنيه. هي 700 مللي، انا معرفش هي اصلا مش هتعمل اكل، هي دي الوحيده اللي لقيتها في السوبر ماركت. عايزه اقول لكم الزيت كله مسحوب وخلصان، يعني هي دي الوحيده اللي لقيتها. فقلت خلاص يلا هجيبها وامشي نفسي بيها. جبت بقى هنا حمص، وجبت ده كان حوالي ربع ب16 جنيه الكيلو، عامل 64 جنيه. حلو. بصوا انا برمي الحاجة ازاي متعصبة. هنا بقى العدس ب42 جنيه، وجبت ربع كان ب13 جنيه. هنا برضو انا جبت الحمص والعدس، عايزة اعمل كشري بصراحة، نفسي في كشري، وجبت الشعرية برضو للكشري. ونسيت على فكرة انا جايبة رز وحاجات تانية، بس نسيت احطها يعني اوريها لكم. جبت هنا الكيس بساطة ده ب8، كيس الغالية ده برضو ب8، الملكة ب10. انا اللي لقيته بصراحة كنت بجيبه. انت هتقولي مثلا اكياس مكرونة مشكلة ليه؟ اللي كنت بلاقيه بصراحة بجيبه. هنا خدت بعضي وكنت ناسية باقي المشتريات، فقلت لا انا هروح اجيبها عشان اوريها لكم. تمام. بس كده، عايزه اقول لكم الاسعار غاليه، وعايزه اقول لكم يا جماعه ان انا جبت كرتونه بيض، متخيلين؟ قلت بقى ايه، قلت قبل ما تغلى تاني، ما ممكن تغلى بقى. فمش عارفه بصراحه، حاجه غريبه برضو. ازاي يعني البيضه ب5 جنيه يعني؟ هو ممكن اقل حد مثلا يفطر ببيضتين، يعني اقل حاجه، يعني ان البيضه صغيره مع مثلا سندوتش جبنه، فهي البيضه صغيره ب10 جنيه، يعني لو فطرت هتفطري ب15 جنيه. تمام، حلو أوي. جبت بقى علبة الجبنة الدومتي ديت بالبسطرمة، عايزة اقول لكم طعمها حلو قوي وبحبها، كانت ب25 جنيه. هنا بقى البسطرمة انا جبت، بس قلت هشم ريحة البسطرمة. البسطرمة ب485 جنيه، يعني هنقول بالعربي اسبوع تاني وهتبقى ب500 جنيه. ب500 جنيه الكيلو البسطرمة، ازاي وليه معرفش، ب500 جنيه. انا جبت ب35 جنيه. وقلت اشمها يعني. هنا بقى الجبنة الرومي بكام؟ ب300. المهم انا مش عارفة ما. وهنا الجبنة البراميل اللي هي فلفل ديت الكيلو ب225 جنيه. جبت برضو قلت جبت حوالي 30 جنيه. تمام. جبت ب30 جنيه جبنة، اللي هي البراميل عشان بحبها. بصوا بقى بقول لكم ايه، ان انا بقى عشقي كوباية لبن الصبح، بفطر كده كوباية لبن، ومعايا البقسماط، ومعايا الجبنة دي بعشقها. عايزة اقول لكم بتبقى حامية وحادقة، فانا بعشق الحامي والحادق. تمام. بقعد بقى انا ايه، اجيب الجبنة مع كوباية اللبن مع البقسماط، واقعد بقى افطر واعمل احلى دماغ على الصبح. بص بقى، جبت بيض جبت بيض. عايزه اقول لكم حياة ربنا انا كنت بنزل مثلا اجيب 4 5 مثلا ب20 جنيه ب15 جنيه. قلت لا بقى انا مش هفضل بقى احرق في دمي كل ما انزل، فانا هجيب واريح دماغي. متخيلين؟ بصوا برقصها. والله عايزه اقول لكم ان انا فعلا كنت بنزل اجيب 3 4، فكنت كل ما انزل احرق دمي اجيب 4 ب20 جنيه، 4 ب22 جنيه. فقلت لا بصوا، انا هعمل حركه حلوه قوي، انا هجيب كرتونه واحرق في دمي يوم احسن ما كل يومين انزل احرق في دمي. وطبعا البيت بصراحه لا غنى عنه في البيت. تمام. بس كده، عايزه اقول لكم دي كل المشتريات بتاعتي. هي ما فيهاش حاجه، يعني هي حاجه بسيطه جدا، بس عايزه اقول لكم ان المشتريات دي عدت حوالي 900 جنيه او 1000 جنيه كمان، مش فاكره قوي بصراحه، لان اليوم ده برضو جبت حاجات تانية. بس هنا بقى بوريكم الفيو اللي انا قاعده فيه، وبوريكم منه الخضار والمحشي والطماطم والبتنجان والحاجات الحلوه اللي انا بوريها لكم. قلت بصراحه اخش اقعد جوه، الجو كان حلو قوي قوي النهارده. قلت بالمره اعمل الفيديو والاضاءه حلوه، وقلت بقى اقعد في البلكونه اعمل الايه الفيديو. عايزه اقول لكم ان انا نشر غسيل في البلكونه. بس كده، وده كان فيديو المشتريات بتاعتي النهارده، وكل حاجه قلت لكم سعرها. وعايزاكم تكتبوا لي إن بتجيبوا البيض بكام. انا جايباه من هنا ب5 جنيه. تمام. عايزه بقى اقول لكم هنا، اقول لكم هنا ده الحاجه اللي قدامكم ديت كرتونه البيض، الجبنه البسطرمه، الجبنه الرومي. عايز اقول لكم دول ب400 جنيه، ب450 جنيه كمان. هتقولوا لي اقول لكم والله ما اعرف، لان الحاجه غاليه قوي قوي، وزي ما انتم شايفين البسطرمه ب500 جنيه. انا مش عارفه ليه بصراحه، وربنا طبعا يرحمنا، لان خلاص رمضان جاي واكيد كلنا بنتسحر وكده من الحاجات دي، فشكلنا هنتسحر فول وطعميه. وعايزه اقول لكم برده ان الفول غلي بقى ب37 جنيه. انا جايه هنا بقى النهارده اعمل لكم احباط. بس كده، عايزه اقول لكم ان المشتريات ديت اللي هي عاديه جدا، ان مثلا كنا بنجيبها مثلا ب100 جنيه،
جبتها ب450 جنيه اللي انتوا شايفينهم دول. بس كده، وده الفيديو بتاعي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد انا بنزله. وبس كده، وده فيديو المشتريات بتاعتي. وعايزه اقول لكم في حفظ الله، وربنا معانا كلنا، وان شاء الله خير، واللي جاي احلى ان شاء الله، واللي جاي خير باذن الله. بس كده يا جماعه. بصوا انا مفروس، انا بقول لكم اللي انا عارفه. انا بقول لكم هنا ايه، بكلم نفسي بقول ايه. انا بقول انا جبت بسطرمه، انا هشم، انا مش عارفه بصراحه، وانا ممكن اعملها على 10 بيضات، بس برضو 10 بيضات هيبقوا بكام؟ ب50 جنيه. فهنا دمار وهنا دمار. السلام عليكم.